أنا جذر الاتنين تبع أنهي مجموعة أعداد؟ أنا حيران خالص. إحنا الأعداد النسبية والصحيحة والطبيعية، وإنت مش معانا يا جذر الاتنين. طيب أنا مع مين؟ حبيبي يا جذر الاتنين، انت مش تبع ولا واحد في دول خالص. عارف ليه؟ عشان انت تبع مجموعة الاعداد غير النسبية. وتعال نشوف ده في الفيديو بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نخش على الدرس الجديد يا معلم، تعالوا نفتكر شوية حاجات. اول حاجة منها مجموعة الاعداد الطبيعية. ايه مجموعة الاعداد الطبيعية؟ قال هي الاعداد العد باضافة الى الصفر. يعني ايه؟ يعني هي الصفر، الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، إلى ما لنهاية. طيب، وخدنا بعدين مجموعة الأعداد الصحيحة. إيه هي مجموعة الأعداد الصحيحة؟ قال لي هي الأعداد الطبيعية اللي هي الصفر والأعداد الموجبة إلى ما لا نهاية، زيادة عليهم الأعداد السالبة، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، إلى برضو ما لا نهاية. وبعدين خدنا مجموعة الأعداد النسبية. ايه الاعداد النسبيه؟ قال لي دي اللي بتتكتب بصيغه A على B، يعني ممكن اكتبها على شكل كسر. زي مثلا عندي مين؟ الواحد ممكن اكتبه 1 على 1. الاثنين ممكن اكتبها 2 على 1. مثلا 5 على 2. الصفر معايا، السالب 1 والسالب 2 وسالب 5 على 2 الى ما لا نهايه في ناحيه السالب والى ما لا نهايه في ناحيه الموجب. فدي كانت مجموعة الأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة والأعداد الإيه؟ النسبية. طيب، فاكرين المربع الكامل؟ المربع الكامل اللي هو أي رقم أس 2، يعني مثلا 1 أس 2 بكام؟ بواحد، يبقى الواحد ده مربع كامل. 2 أس 2 بكام؟ ب4، يبقى الأربعة مربع كامل. 3 أس 2 ب9، يبقى التسعة مربع كامل. 4 أس 2 ب16، ال16 مربع كامل. الحاجات المربع الكامل دي كنا لو خدنا الجذر بتاعها يديني حل. يعني مثلا جذر الواحد ب1، طب جذر الأربعة ب2، طب جذر التسعة ب3، طب جذر ال16 ب4، وهكذا. طب المكعب الكامل، يعني مثلا 1 أس 3 ب1، يبقى الواحد ده مكعب كامل برضه. 2 أس 3 ب8، يبقى ال8 مكعب كامل. 4 أس 3 ب64، يبقى ال64 مكعب كامل، وهكذا. 5 أس 3، 6 أس 3. وكان ينفع اخد الجذر التكعيبي بتاعهم، يعني الجذر التكعيبي للواحد ب1، الجذر التكعيبي لل8 ب2، طب الجذر التكعيبي لل64 ب4. فبكده الارقام اللي ليها جذر تربيعي هي المربعات الكامله، اللي هي مثلا جذر الواحد ب1، جذر